أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الدراسة المالية. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا وحيوي لكل صاحب بيزنس، سواء كان بيزنس صغير أو حتى شركة كبيرة. هنتكلم عن إزاي تعمل خطة مالية شاملة للبيزنس بتاعك. الخطة المالية الصح دي مش بس بتساعدك ترتب أمورك المالية، لكن كمان بتضمن لك تختم السنة بنجاح وتكون مستعد لأي تحديات ممكن تقابلك. يعني تخيل معايا لو انت صاحب مطعم، الخطة المالية ممكن تساعدك تحدد ميزانية لشراء المواد الغذائية، تكاليف العمالة، وحتى التسويق والدعاية. أو لو عندك شركة تكنولوجيا، الخطة المالية هتساعدك تقرر ازاي توزع ميزانيتك ما بين تطوير المنتجات والبحث والتطوير والاستثمار في الموارد البشرية. في الفيديو ده هناخدكم خطوة بخطوة في ازاي تعملوا خطة مالية متكاملة تغطي كل جوانب البيزنس بتاعكم وتضمن ليكم إدارة مالية ناجحة. يعني هنتكلم عن كل حاجة من تحديد الأهداف المالية لحد إدارة الكاش فلو وتقييم المخاطر والفرص. استنونا وتابعونا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وشاركوه مع أصحابكم. دلوقتي خلينا ندخل على أهمية الخطة المالية وليه هي حجر الأساس في نجاح أي بيزنس. الخطة المالية مش بس ورق وأرقام، دي الخريطة اللي بتوجهك في عالم البيزنس المليان تحديات. أول حاجة، الخطة المالية بتساعدك تحدد أهدافك المالية بوضوح. يعني تعرف عايز تحقق إيه بالظبط في السنة الجاية أو ال5 سنين الجايين. مثلا تقول أنا عايز أزود إيراداتي بنسبة 30%، أو أقلل التكليف بتاعتي ب20%، أو حتى أفتح فرع جديد للمشروع. تاني حاجة، الخطة المالية بتساعدك تتحكم في المصاريف. يعني بدل ما تصرف فلوسك يمين وشمال من غير تخطيط، يكون عندك فكرة واضحة عن المصاريف الضرورية والمصاريف اللي ممكن تأجلها أو تقللها، زي مثلا تحديد ميزانية معينة للتسويق أو تختار موردين بأسعار أفضل. وأخيرا، الخطة المالية بتزود فرص نجاح مشروعك، لأن لما تكون عندك خطة واضحة بتكون قادر تتجنب الكثير من المشاكل المالية اللي ممكن تواجهها. وكمان بيكون عندك فكرة أفضل عن إزاي تستغل الفرص المالية اللي بتظهر. في النهاية، الخطة المالية مش بس بتساعدك تتحكم في البيزنس بتاعك دلوقتي، لكن كمان بتساعدك تبني مستقبل مشروعك على أسس قوية ومتينة. يلا بقى نتكلم بالتفصيل وبأمثلة عن تحديد الأهداف المالية للبيزنس بتاعك. تحديد الأهداف ده خطوة أساسية في أي خطة مالية، لأنها بتحدد الاتجاه اللي المشروع هيمشي عليه. وأول حاجة لازم تعملها هي تحديد أهدافك المالية بوضوح. يعني تقول بالظبط إيه اللي أنت عايز تحققه في السنة الجاية. مثلا لو أنت صاحب مطعم، يمكن هدفك يكون زيادة الإيرادات بنسبة 25% عن السنة اللي فاتت. أو لو عندك شركة تصميم، ممكن يكون هدفك إنك تكون قدرت تزود عدد العملاء بتوعك بنسبة 30%. وبعد ما تحدد الأهداف الكبيرة ديت، لازم تكسرها لأهداف أصغر وأكتر تحديد. يعني تحدد إزاي هتوصل للأرقام دي. يعني هتزود الإعلانات، هتطور من المنيو في المطعم، هتقدم خدمات جديدة في شركة التصميم، وهكذا. وكمان لازم تكون الأهداف ديت قابلة للقياس والتتبع. يعني تقدر تشوف التقدم بتاعك شهر بشهر. ده بيساعدك تعرف إذا كنت ماشي صح في طريقة تحقيق الأهداف ولا لازم تعدل في الخطة بتاعتك. في النهاية، تحديد الأهداف المالية ده بيديك صورة واضحة عن اللي عايز تحققه، وبيساعدك تركز جهودك ومواردك في الاتجاه الصحيح. بعد ما حددنا الأهداف المالية، الخطوة اللي بعدها هي إعداد الميزانية. الميزانية ديت بتعتبر الخريطة اللي بتوجهك في كل خطواتك المالية. هنتكلم دلوقتي بالتفصيل وبأمثلة عن كيفية إعداد الميزانية بشكل يضمن توازنها. أول حاجة في الميزانية هي تخطيط الدخل المتوقع. يعني تقدر تتوقع هتجيب قد إيه من الفلوس في الفترة الجاية. لو أنت صاحب محل ملابس مثلا، ممكن تبص على مبيعات السنة اللي فاتت وتتوقع الزيادة بناء على التطورات اللي أنت عملتها. أو لو عندك شركة خدمات، تحسب العقود اللي عندك وتتوقع أي عقود جديدة ممكن تجيبها. تاني حاجة هي تخطيط المصاريف المتوقعة. يعني تقدر تشوف هتصرف قد إيه في الفترة الجاية. ده طبعا بيشمل كل حاجة من إيجار المحل أو المكتب، مرتبات العاملين، فواتير الكهرباء والمية، وحتى مصاريف التسويق والإعلان. لازم تكون دقيق في تقدير المصاريف دي علشان تضمن ميزانية متوازنة. وأهم حاجة إن الميزانية تكون متوازنة، يعني الدخل بيغطي المصاريف، وكمان لو ممكن يكون في فائض ممكن تستخدمه في الاستثمار في البيزنس أو كاحتياطي لأي طوارئ. مثلا لو أنت بتخطط لزيادة مبيعاتك ب20%، لازم تتأكد إن المصاريف زي التسويق والمخزون مش هيزيد بنفس النسبة أو أكتر. ده مهم علشان تضمن إن زيادة المبيعات فعلا هتجيب لك أرباح ومش بس زيادة في الإيرادات من غير فايدة. بتحضير الميزانية بالشكل ده هيكون عندك صورة واضحة عن الوضع المالي لمشروعك وتقدر تتحكم فيه بشكل أفضل.
دلوقتي نيجي لجزء مهم جدا في الخطة المالية، وهو إدارة التدفقات النقدية. التدفق النقدي ده عبارة عن الفلوس اللي بتدخل وبتخرج من البيزنس. إدارة التدفقات النقدية بشكل جيد بيضمن لك سيولة كافية لتشغيل البيزنس وتجنب العجز في الميزانية. أول حاجة لازم تعملها هي تتبع الكاش اللي بيدخل وبيخرج بشكل دقيق. مثلا لو عندك محل بتبيع فيه منتجات، لازم تتبع الإيرادات اليومية من المبيعات وتقارنها بالمصاريف زي شراء البضاعة ومصاريف التشغيل. أو لو عندك شركة خدمات بتتبع الدفعات اللي بتاخدها من العملاء والمصاريف الخاصة بتقديم الخدمة. كمان لازم تخطط لأي تدفقات نقدية كبيرة متوقعة، يعني مثلا لو عندك توسعات مخططة أو شراء معدات جديدة، لازم تضمن إن عندك كاش كافي لتغطية التكاليف دي من غير ما تأثر على التشغيل اليومي للبيزنس. ومش بس كده، لازم يكون عندك خطة للطوارئ، يعني يكون عندك سيولة كافية محفوظة لأي مواقف غير متوقعة زي تأخير في دفعات العملاء أو زيادة في المصاريف. بإدارتك للتدفقات النقدية بالشكل ده هتضمن إن البيزنس بتاعك دايما عنده السيولة اللازمة للتشغيل اليومي وتتجنب أي عجز ممكن يواجهك. دلوقتي هنتكلم عن جزء مهم جدا في الخطة المالية، وهو تقييم المخاطر والفرص. ده جزء حيوي لأنه بيساعدك تكون جاهز لأي تحديات ممكن تقابل البيزنس بتاعك، وكمان تقدر تستغل أي فرصة بتظهر لك. وأول حاجة في تقييم المخاطر هي إنك تعرف إيه المشاكل اللي ممكن تقابلك. مثلا لو أنت صاحب مصنع، المخاطر ممكن تكون زي ارتفاع تكاليف المواد الخام أو مشاكل في سلسلة التوريد. أو لو عندك محل تجاري، المخاطر ممكن تشمل المنافسة الشديدة أو تغيرات في اتجاهات السوق. ولما تحدد المخاطر ديت لازم تبدأ تفكر في إزاي تقدر تستعد ليها، يعني ممكن تبدأ تفكر في خطط بديلة للتوريد أو تحاول تقلل التكاليف في جوانب تانية من البيزنس. كمان مهم تتعرف على الفرص المتاحة، يعني مثلا لو في توجه جديد في السوق ممكن يكون فرصة لتطوير منتج جديد أو تقديم خدمة مختلفة. ولو عندك مطعم وشاف إن في زيادة في الاهتمام بالأكل الصحي، دي ممكن تكون فرصة تقدم فيها قائمة أكل صحية. في النهاية تقييم المخاطر والفرص ده بيساعدك تدير البيزنس بطريقة أكثر ذكاء وتقدر تتعامل مع أي تحديات بشكل أفضل، وكمان تستغل الفرص اللي بتظهر لك. وبكده يا جماعة نكون ختمنا فيديو النهاردة. دلوقتي بعد ما شفنا مع بعض إزاي تعمل خطة مالية شاملة، أكيد قادرين تحطوا خططكم الخاصة وتبدأوا تطبقوها على البيزنس بتاعكم. بالخطة ديت هتكونوا قادرين تتحكموا في أموركم المالية بشكل أفضل وتختموا السنة بنجاح وتحققوا الأهداف اللي انتوا حطيتوها. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان تتابعوا كل جديد عندنا، وما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع أصحابكم اللي ممكن يستفادوا من النصايح دي. شكرا جدا لمتابعتكم، ويا ريت تقولوا لنا في التعليقات تحت ايه أكتر حاجة عجبتكم، أو لو عندكم أي سؤال.